هل حسيت يوم إنك قليل، إنك لوحدك وإمكانياتك ضعيفة، وإن اللي قدامك عددهم أكبر وقوتهم أعظم وناسهم أكتر؟ بتحس أحيانا إنك ما تقدرش تواجه الواقع وإنك هتخسر؟ طيب استنى، تعالى نرجع لرمضان السنة التانية من الهجرة، وتحديدا في مكان اسمه بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بقلب مؤمن، لكن مش مستعدين لحرب. خرجوا علشان يعترضوا قافلة لقريش، لكن اللي حصل إن القافلة هربت، وخرجت قريش بكل قوتها وجبروتها علشان تحارب المسلمين. 313 بس من الصحابة، ومعاهم فرسين و70 بعير، قصاد جيش قريشي اللي فيه أكتر من 1000 ومعاهم كل السلاح. مين اللي يغلب؟ بلغة العقل قريش، بلغة الإيمان شوف بنفسك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل يدعي، يرفع إيديه للسماء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. تخيل نبي الأمة بيبكي وبيتوسل، وهو عارف إن المعركة دي مش بس بالنبل والسيوف، دي معركة بين الحق والباطل، إما ننتصر أو نباد. وفجأة تنزل آيات من السماء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ربنا بعت لهم 1000 من الملائكة يقاتلوا معاهم. بدأت المعركة والمعجزة حصلت. سقط قادة قريش واحد بعد الآخر، وارتبك الجيش كله، وانتصر الحق وانتصر الإيمان. غزوة بدر كانت علامة إن القلة لما يكون معاها الله تبقى أقوى من أي كثرة. لو حاسس إنك ضعيف ما تستسلمش. لو حاسس إن اللي حواليك أقوى افتكر بدر. الموضوع مش عدد ولا قوة، الموضوع مين معاك. ربنا بيختار عباده في الشدة علشان يظهر بيهم نصره. فلو كنت في ضيق، لو كنت في وجه عدو، افتكر يمكن ربنا بيحضرك لمعركة بدر الخاصة بيك. لو حسيت إن الحلقة لمستك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. قصص زي دي هتخليك تحس إنك مش لوحدك، دايما في أمل طالما إن ربنا معاك. قناة نور من مكة، كأنك معه.